بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة اتطلب مني كتير جدا البطارية اللي انا عاملاها دي. ازاي انتي عاملاها وكلفتك قد ايه؟ ان شاء الله باذن الله في فيديو النهارده هقول لكم تفاصيل كل حاجه في الفيديو ده، وهقول لكم الاسعار باذن الله. وان شاء الله ممكن كمان ب50 جنيه تعملي عشه كده بسيطه عندك في البلكونه. فتابعيني في الفيديو ده. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي، اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان يا قلب اختك حطي لي اللايك. ولو انتي عندي في القناه، انزلي برضو كده يا قلب اختك حطي لي اللايك وسيبي لي تعليق حلو. تعالوا بقى كده ان شاء الله هنخش على تفاصيل الفيديو. بس بالله عليكم ارفعوا الفيديو ده باللايك، علشان انا نفسي والله العظيم ناس كتيرة تستفاد بالفيديو ده وتوصل لعدد كتير. الناس اللي مش عندها مكان تربي هتعرف ان شاء الله تربي. الناس اللي ما عندهاش مكان ومفيش امكانيات ومفيش تبن مفيش نشارة، اللي بتربي في البلكونة، وطبعا التبن والنشارة بيلم معاكي دبان وحاجات مش كويسة، وكمان منظر البلكونة مش بيبقى شكله حلو من التبن. فتابعيني بقى في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله هتستفادي. فالفيديو ده للإفادة. بصوا بقى، مبدئيا دي كده كانت لقطة من لما أنا كنت حاطة الفراخ بتاعتنا. كانت في عمر معين، يعني كانت فيها كده زي ما انتوا شايفين. بالنسبة لطول البطارية ديت 1.5 متر، في عرض 70 سنتي. طبعا لو انت عرفتي تكبري العرض شوية هيبقى حلو. بالنسبة بقى ليها، اللي هيسألني يعني احط فيها قد ايه، هم 8 فرخات هيبقوا زي العسل معاكي. و8 فرخات او 9 فرخات هيوصل معاكي ان شاء الله الوزن زي ما احنا كنا دابحين امبارح كده 3 وي. طبعا فكرة البطارية دي فكرة بسيطة جدا، فكرتها حلوة جدا. زي ما قلت لك هتوفر معاكي التبنة، هتوفر معاكي النشارة، مفيش أمراض. الفرخ مش واقف على السبلة بتاعته، فبالتالي الفرخ مش بيتعب معاكي. كمان انت بتبقي متأكدة ان هو قاعد في حتة مش مبلولة. طبعا في الشتاء بنبدأ بقى نكب جير وتبن فوق تبن، وبنستهلك طبعا تبن كتير، وكمان بنستهلك جير كتير، وكل الكلام ده كله. وبرضه بتيجي كوكسيديا كولوستريديا، بتيجي مشاكل معوية كتيرة بسبب التربية في الأرض. طيب هو أنا كده عشان بقولك يعني التربية في الأرض وحشة؟ لا مش وحشة، بس عايزة يعني ايه تكوني واخدة بالك من حاجات كتيرة علشان برضو تاخدي فراخ كويسة معاكي. الناس اللي مش عندها برضو إمكانية وعندها بلكونة صغيرة كده، ممكن أربي فيها إن شاء الله، يا رب أربي فيها 5 فرخات. هعمل ايه؟ هعمل فكرة الشبك اللي انتوا شايفينها دي. يعني اعتبروا المكان ان دي، بصوا اعتبروها هي البلكونة. هنا كده انا بقول لكم انا عملتها ازاي. ده كان عبارة عن بوفيه قديم عندي، انا كنت موريهولكم قبل كده. كل اللي عملته ان انا شلت الخشبة اللي هي في النص دي، وفتحته كده زي ما انتوا شايفين. ولما فتحته بدأت احط عليه السلك ده. السلك ده المتر منه ب20 جنيه، وفي منه ب18 جنيه. وطبعا على كل بلد الاسعار بتختلف. العلافة دي طولها متر، ب20 جنيه، اللي هي دي. في منها البلاستيك عامل 15 جنيه. هتجيبيها برضو وهتركبيها كده. طيب هي فكرة العلافة دي ليه؟ هتوفر معاكي مساحة. يعني ان انت كده مش هتحطي بقى العلافة دي في النص عشان الفراخ تعرف كمان تقوم وتاكل معاكي. وطبعا احلى بكتير، يعني الفرخ لما طول ما هو هيشب هيقوم وهياكل معاكي. هنا كده كنت بقول لكم برضو انا فتحت الشباك عشان بنضف وبعقم. هنا كده دي بقى فكرتها ايه؟ ان انا عملت لها زي برواز خشب من تحت كده، وعملت لها 4 رجول. وبدأت زي ما انتوا شايفين كده بالخشب اثبتها كده علشان تبقى ثابته. طبعا ان انت هتقصي الخشب ده لازم تقصيه نفس السوى، يعني نفس المقاس اللي انت هتقصيه بيها. وبدأت كده زي ما انتوا شايفين، عملت كده زي عمودين كده برضو بالخشب، علشان خاطر ايه؟ ان انا لما احب ارفع اللمبه ابدا ارفعها اهو زي ما انتوا شايفين ده كده برضو. بدأت اثبته فيها كده، بدأت اعمل 2 علشان برضو اطلع اللمبه من بره. وده كده اهوت البرواز زي ما قلت لكم، علشان ما يقعش، يعني عشان البطاريه ما تقعش، فلازم تكوني مثبتاها كويس قوي. فانتي بقى وانتي بتدوقيها لازم تكوني بتدوقيها كويس جدا. طبعا ده بوفيه قديم كان عندي، ممكن ان انتي تشتري بوفيه زي ده. في ناس بتبيع العفش والحاجات القديمه دي، ممكن تجيبي لك بوفيه، او لو عندك حاجه كده ابداي استغليها زي ما انتي شايفه.
فكرتها حلوة جدا، والصراحة ربنا أوزان جميلة طبعا احنا وزننا مع بعض. أهم حاجة بس فيها ان انت تظبطي درجة الحرارة وكل حاجة. هنا كده بقول لكم ان انت ممكن برضو تضيفي خشبة اهو، على حسب ما انت عايزة برضو تضيفي خشبة، ممكن تضيفي او تزودي الخشب اللي انت عايزاه. تعمليها كده زي ما انا عملتها، بس انا الصراحة عملتها كده بخشبتين والوضع عندي تمام. ممكن بعد كده ابقى ازودها خشبة، بس الخشبة دي طبعا انا هحطها من تحت البطارية. هقلب البطارية من تحت زي ما بقول لكم كده اهو، واحط عليها الخشبة. انتي اعمليها كده علشان برضو تبقى ثابتة كده معاكي. بس الصراحة هي كده برضو حلوة وتمام يعني. المهم ان انتي لما تيجي تحطي الخشبتين دول تبقوا متأكدة ان الخشب ده خشب حلو، يعني هيستحمل ان الفرخ يقف معاه. طبعا اهم حاجة التثبيت بقى، يعني انتي كده خلاص فتحتي كده البوفيه من تحت، بدأتي عملتي رجول ورفعتيه كده. ما تعمليش يعني ارتفاع يكون عالي قوي، نفس الارتفاع كده حاجة بسيطة. طبعا زي ما قلت لك كل حاجة بتقيسيها بالمزورة علشان لما تيجي تقصي وتقطعي يبقى معاكي كل حاجة مظبوطة اهوت. هبدأ بقى ان انا دلوقتي برضو هوريكم ان شاء الله بإذن الله هتقفليها من تحت ازاي مظبوط. طيب الناس اللي هتقولي الحاجات دي متوفرة فين؟ الحاجات دي متوفرة عندك عند مستلزمات الدواجن، او ان انت ممكن تسألي الدكتور البيطري عن اقرب مكان لبيع الحاجات دي، حاجات البطارية. هيقولك طبعا وهيدلك على المكان، او تخشي على جوجل تكتبي كده اقرب مكان لبيع الارضيات البلاستيك او الشبك او البطارية، وتكتبي اسم البلد بتاعتك. هتبدأ تظهر معاكي عناوين كتيرة وارقام ممكن تتواصلي معاهم وتشوفي انتي اقرب مكان فين، وتبدأي ان انتي تروحي تجيبي حاجتك بنفسك. وطبعا المقاسات دي بتاعتك انتي بقى، انتي شوفي مثلا البلكونة عندك قد ايه، هتبدأي ان انتي تجيبي كده وتقيسي على قد البلكونة، وتبدأي ان شاء الله تظبطي الدنيا. هتثبتيها ازاي؟ هتثبتي اللي هو اللي في النص ده بالخشب. انا كنت قايله لكم قبل كده هندق خشب يمين وشمال في البلكونه، وهنحط عليها اللي هي القطعه اللي احنا عملناها، اللي هي يقفوا عليها زي الباب اللي انتوا شايفينه ده. المهم ان انا عايزاكي برضو تظبطي المكان على قد ما تقدري، واعملي باب تفتحي وتقفلي منه، لان دلوقتي ممكن فار عرس اي حتى لو قطه فممكن تبدا تاخد معاكي الكتاكيت دي، فانتي لازم تكوني مأمنه نفسك وقفلي المكان كويس جدا. هرجع اقولك بقى فكره العشه ام 50 جنيه ديت، وممكن اقل كمان. انت كل اللي هتحتاجيه بس الشبك ده زي ما انت شايفه، ده كده شبك العمر الصغير، واللي انا عامله بيه البطاريه لازم يكون الشبك بتاع العمر الكبير. ده كده تمسكي بقى الايه، انا بقولك انت كده هتجيبي الشبك العمر الكبير مش هتجيبي الصغير ده، بس انا بعملك تجربه عشان انت تشوفي ازاي هتثبتي الشبك ده من تحت. بس هرجع أأكد عليكي انت هتجيبي الشبك اللي هو بتاع العمر الكبير، ليه؟ لأنه طبعا هيستحمل معاكي كتير. خلاص ثبتي بقى الشبك كده في تحت كده زي ما انت شايفة بمسامير، طبعا تثبتي كل حاجة الأول الشبك ده تمام. هتبدأي بقى تشوفي الخشب اللي انت هتبدأي تعمليه، ممكن تعملي خشبتين، ممكن تعملي 3، ممكن تبدأي ان انت هتعملي بقى زي ما انت عايزة على حسب المقاسات اللي انت هتعمليها. ثبتي الشبك بالمسامير، لازم تعملي لها برضو زي ما انت شايفة كده خشب صغير كده، تبدأي تثبتي بقى بالمسامير كده اهو تمام، علشان دي تثبت معاكي. يبقى انت اول حاجة الشبك، بعد كده هتدقي كده الخشب اللي هو هيشيل معاكي الشبك ده، خشبتين 3 زي ما انت عايزة. بعد كده تعملي برواز على كل البطارية زي ما انا قلتلك كده، لازم تبروزي برضو الشبك ده كده بالخشب الصغير ده. فكرتها بسيطة وسهلة، وهتركبي العلافات كده زي ما قلت لك علشان نوفر الاماكن. هنا انا كنت بقول لكم هتعملي بالخشب كده على على جوانب البطارية كلها. زي ما قلت لك لو عندك بلكونه ابدأي بقى اعملي، صدقيني والله العظيم هتوفر معاكي كمان في درجات الحراره، لان هي هتحكم معاكي برضو درجات الحراره، مش هتستهلكي كهرباء كتير ولا حاجه. انا لما ربيت في الارض كنت حاطه لمبه 200 ولمبه كمان 100، فهي الصراحة برضو بتحكم معايا درجات الحرارة حلوة جدا، وبقدر اتحكم في درجات الحرارة. طيب الناس اللي هتقولي البطارية دي ولا اللي هي ال3 ادوار، هقولك دي الصراحة خدت منها احجام حلوة جدا، لان طبعا هو الاحسن ان انتي ما تقعديش تنقلي الفراخ بقى من عين لعين لكلام من ده، تبقى هي فكرتها واحدة بس. والناس اللي مش حابة تعمل الفكرة دي ممكن ان انتي برضو تعملي زي السرير كده، وتبدأي برضو توقفي عليه الفراخ، بس هيبقى حلو في الصيف يعني برضو، وتوفري التبن والنشارة والكلام ده كله.
وكمان زي ما قلت لك ممكن الارضيات البلاستيك، بس انا برشح اللي هو السلك ده، مش هيكلفك 30 جنيه، وممكن تعمليه كمان ايه في البلكونه، او حتى 50 جنيه على حسب بقى المقاسات اللي عندك. تبداي ان انت تقفلي كده عشه حلوه. وطبعا لو انت هتعمليها بايديكي وحابه ان انت تغلفي بقى من تحت ومن فوق برضو كده، دي كده العشه التانية دي ممكن تجيبي نجار يعني يبدا يظبطها لك ويقفلها لك. دي كده العشه دي اللي اقصد البطاريه دي كنت جايباها ب 950 جنيه. طبعا هي حلوه جدا جدا في تحضين الفراخ البلدي معايا في البط، خليتها في البط لعمر شهر، فكانت حلوه جدا. دي كده برضو دي كده ممكن تعمليها عند نجار برضو بالخشب، حلوه جدا. فانا ان شاء الله باذن الله لما اجيب الكتاكيت هحضنها في البطاريه الكبيره، وبعد كده هنقلها معاكم ان شاء الله جزء هنا وجزء هنا. بس حبيت في فيديو النهارده كده برضو ان انا ايه اديكي نبذه. اعملي كل حاجه في البيت، عرفتي تعمليها وهتقفليها تمام تمام، معرفتيش هاتي بقى نجار يبدا يقفلها لك علشان يقفلها لك صح. بصوا زي ما بيقولوا كده بتبقى حاجه العمر، فانت لازم تاسسيها صح من الاول كده علشان يبقى كويس معاكي. هنا بقى انا بقول لكم هبدا اعقم المكان كده وهنضف المكان قبل ما ادخل دوره فراخ جديده. يا رب الفيديو النهارده كده تكوني استفدتي مني بحاجه بسيطه. دخلوا الخير في بيوتكم، اعملوا كل حاجه في ايدك، هي مش محتاجه نجار ولا حاجه، فكرتها بسيطه. يا رب اكون وضحتها لك في فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك على الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره باذن الله على خير. مع السلامه.